السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ حسنا صديقي. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم المدفونة الفلالية بالأصول ديالها بقواعدها بالطريقة الصحيحة ديالها اللي ما كاينش شي واحد اللي يهبط لمنطقة درعا فلالته ما ياكلش هاد الوصفة الرائعة. كيشرفني أنني نكون أول وحدة على اليوتيوب كتقدم المدفونة الفلالية. تبعوا معايا المراحل باش تنجح معكم من أول تجربة. اولا على بركه الله غادي نحتاجو لجوج لايف كبار عامرين ديال دقيق الفرص دقيق الحلويات ما يعادل 500 غرام، وغادي نحتاجو الكاس ديال العنبه ديال الفيلو ما يعادل 100 غرام، ونصف ملعقه صغيره ديال الملح. غادي نخلط هاد النواشف على هاد الشكل هذا، يعني عندي ثلاثه المكونات فقط: دقيق وفيلو وملح. عندي هنايا كاس ديال الماء الدافئ اللي درت فيه ملعقه كبيره ديال خميره ديال الخبز. كنصبها على الخليط وكنعجن هاد المكونات ديالي بالماء الدافئ. ضروري كنسخنوا الماء لان العجين كنخليوه يختمر باش كتجينا رطبه ومفشفشه. وكنعجن على هاد الشكل هذا، ضروري كنعلكوها شي شويه، يعني ماشي بزاف، شي شويه فقط على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. وكنغطيها باش تختمر بمنديل حتى كيتضاعف الحجم ديالها. في هذه المرحله هذا ما بلا فاش تختمر ليا العجين غادي ندوز باش نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للمكونات ديال الحشوه غادي نحتاج الكيلو و200 غرام ديال اللحم، تقريبا 800 غرام ديال الكفته و400 غرام ديال اللحم مقطع قطع صغيره، يعني في المجموع كيلو و200 غرام. غادي نحتاج البيض مسلوق مقطع على هذا الشكل هذا، وغادي نحتاج الباقه ديال القزبر ومعدنوس مقطع قطع صغيره، وبصله متوسطه الحجم اللي مفرومه على هذا الشكل هذا. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج الملعقه كبيره ديال الزنجبيل، ملعقه كبيره ديال بابريكا، ملعقه كبيره ديال الكركم، ملعقه كبيره ديال الكمون، وملعقه كبيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، ونصف ملعقه كبيره ديال الملح. بالنسبه للملح ديروا نصف ملعقه كبيره. كنوضع هاد العطريه فوق المكونات. بالنسبه للوز اللي درته في الماء المغلى وحيدت له القشره وقليته شويه في الزيت، والبيض ما غاديش نضيفهم دابا حتى الاخير. غادي نضيف على هاد المكونات ربع كأس ديال زيت الزيتون، تقريبا 3 ديال المعالق كبار. وكنخلط هاد المكونات جيدا حتى كيندمجوا العناصر مع بعضياتهم، وديك الشرموله كتدخل في اللحم وكيتشرمل ليا اللحم مزيان. ضروري تخلطوه مزيان على هاد الشكل هذا. صراحه هاد المدفونه هذه كتجي رائعه، والمذاق ديالها والله العظيم ما نقول لكمش، صراحه كتجي فنه، مذاق هائل وفريد من نوعه. دابا غادي نخلي الحشوه ديالي وغادي ندوز للعجين. بالنسبه للعجين من بعد ما اختمر وضاعف الحجم ديالو، حيدت له داك الهواء اللي كيكون في الوسط وقسمته القسمين. تقريبا انا حيدت منه واحد الكميه بسيطه، يعني ماشي بزاف. وكنكورو على هذا الشكل هذا، ضروري باش فاش كنكونوا كنطرقوه كيبقى محافظ على الشكل الدائري ديالو. وكنطرقهم بالنسبه فاش كنكون كنطغس العجينه، يعني كنطغسهم بجوجهم في آن واحد على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. الا طرقت يعني غير وحده بقيت مستمره معاها، الاخرى كنلقاها تسرخات بزاف، يعني ما غاديش تجيو تهزوها ما كتبقاش محافظه على الشكل. من الافضل يعني تطرقوهم بجوج في آن واحد شويه بشويه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وكنبدا نقرص الخبيزات ديالي حتى كنحصل على حجم متوسط. مازالين غادي نقرصوها فاش غادي نديروا الحشوه. وكنهز اللحم ديالي اللي كنفرشو على هذا الشكل هذا، كنستفق منها اللحم. صراحه يعني
كنديروا فطائر معمرين، خبيزات عامرين اللي كنشحروا لهم الكفته، كنشحروا الخضر، كنشحروا الفلفله والبصله. ولكن هاد الطريقه هذه هي الطريقه الصحيحه ديال المدفونه اللي كتكون مغايره. بالنسبه للحم راه كيطيب كيجي رائع بنين وكيطلق الدم ديالو، صراحه كتستحق التجربه. بالنسبه للحم كيكون تبارك الله بواحد الكميه كثيره، واللي بغى يدير يعني مدفونه صغيره، يعني هاد المقادير هاد المكونات اللي عطيتكم يدير النصف ديالهم. ديري نصف الكميه في كل شيء، في الحشوه في العجين، كتجيكم يعني مدفونه متوسطه الحجم. هذه بالنسبه ليا هذه مدفونه عائليه، ممكن تحضريها للضياف بكل افتخار، صراحه كتجي رائعه وتبارك الله كتجي كبيره. دابا من بعد ما فرجت اللحم ديالي غادي ندير البيض اللي مقطع الى شرائح على هذا الشكل هذا، كنستفق منها البيض. صراحه كتجي رائعه جدا، والمذاق ديالها كيجي مغاير على الفطائر اللي كنكونوا كنديروا يعني كتير، وعلى الخبيزات العامرين. هذه المذاق ديالها مغاير جدا، نتمنى تجربوها. من بعد ما ستفت البيض غادي ندوز باش نستف فوق منها اللوز اللي درته في الماء المغلى واحد 5 دقائق، وحيدت له القشره وقليته في الزيت. انتم الشكل ديالها كيجي رائع جدا، نتمنى تجربوها. ودابا غادي نغطيها وكنحاول نسد لها الجوانب على هذا الشكل هذا. كنبرك بالاصابع ديالي على الجوانب كنبرك مزيان بالاصابع ديالي وكنجبد، وكنبقى غاديه معاها حتى كنكملها كامله على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا من بعد ما كملتها وسديتها راه ما كتحل ما والو، ما تخافوا منها ما والو. كنهزها وكنديرها في اللاطه اللي مدهونه بالزيت، عاد كنكمل لها التطرق. بالنسبه الى طرقتوها يعني على سطح العمل حتى وصلت لهذا الحجم هذا، يعني ما غادي توحلكم فاش تبغيو تهزوها تحطوها في اللاطه ديال الفرن، غادي توحلكم بزاف. يعني كديروا هذه الطريقه اللي درت انا، والتطرق كنكملوه ليها من بعد ما كنديروها في اللاطه اللي غادي تدخل الفرن. بالنسبه لدوك الفقاعات اللي كيطلعوا يعني ضروري كنتقبوا بالفرشيطه باش ما تنفخ ليناش وتطرطق، ضروري كنتقبوها بالفرشيطه. ودابا غادي نغطيها ترتاح تقريبا الا كان الجو بارد 15 دقيقه، والا كان الجو سخون 10 ديال الدقائق. وكندخلوها للفرن، كنشعلوا عليها من الاسفل حتى كتنضج، وكنعاودوا نشعلوا عليها الاعلى باش كتحمر لنا في وجهها درجه الحراره متوسطه. وهذا هو الشكل النهائي ديال المدفونه الفلاليه. صراحه كتجي هماويه، كتجي رائعه. زينتها بهذا التزيين البسيط ديال التمر المجهول اللي عمرته باللوز مقلي والشريحه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك نتاعكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والى اللقاء.